الو. يا بنتي سيبيني بحاول اتصرف، هشوف هروح بايه. انا حرفيا ما عنديش اي حاجه ينفع تتلبس. خلاص لو اخركم روحوا انتوا سيبوني، باي. انت كل ده لسه عماله تلبسي وتقلعي؟ مش قايله لي ميعادك الساعه 7 مع صحباتك؟ الساعه بقت 8:30. ماما انا فعلا ما عنديش اي حاجه البسها، انا مش عارفه اروح بايه. وارجوكي ما تفضليش تقولي لي كل اللبس اللي عندك ده ومش عارفه تروحي ازاي، لان ما فيش اي حاجه نافعه مع جسمي، في حاجه مش مظبوطه. انت حره. هقول لك ايه؟ الو. ايوه يا رنا. بعتلك كام اوتفيت كده على الواتساب، معلش اختاري منهم واحده. يعني انتوا هناك يعني اجي لابسه جلابيه؟ خشي شوفي الصور طيب وردي عليا. انتي مش رايحه ولا ايه؟ لا يا ماما انا مش هروح، انا ما عنديش اي حاجه نافعه تتلبس. خلاص ما جاتش على المره دي، اي مره تانية هبقى اروح. انتي حره طبعا، بس دي مش مجرد خروجه، دي حفله تخرج اعز اصحابك. وعلى فكره اللبس مجرد وسيله ان احنا بس نقدر ننزل ونقابل الناس. اه طبعا نبقى شيك وعلى اكمل وجه، بس مش ده اللي يمنعني ويقعدني في البيت. ما ينفعش اضيع لحظه حلوه او ذكرى حلوه كنت اعملها مع اعز اصحابي عشان حاجه زي دي. الناس لما هتفتكرك مش هتفتكرك بكنتي لابسه ايه، الناس هتفتكرك بكنتي واقفه جنبيهم وموجوده ولا لا.